لماذا؟ أولا لأنه عمق الهجوم فيه روني وفيه مهاجم ثاني، لابد ما تكون فيه الرقابة إسكي أو ديفو أو كراوش، لابد ما تكون فيه الرقابة والتغطية. نعم. هذه من جهة. من جهة الثانية 4 في الوسط، لأنه إذا لعب كابيلو بلامبارد وجيرار، ف4 لاعبين من المنتخب الجزائري ربما يقدروا يضيقوا، وربما يقدروا كذلك يكون فيه تغطية دفاعية أمامية، وتكون كذلك على الأطراف، لأنه فيه أشلي كول. ربما أنا بالنسبة لي أمام مزمو دفاعيا الجهة اليمنى من جونسون هي أضعف في الدفاع، فما تقدرش تلعب بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، لأنه أقوى منك من جميع الميادين. فلا بد ما تكون فيه دائما التغطية، وتكون فيه المضايقة في الوسط وعلى الأطراف. سي محي الدين، يعني رابح سعدان قال بأنه لن يلعب بالنهج التكتيكي الذي لعب فيه أمام سلوفينيا، لأن إنجلترا ولا أمريكا تلعب بأسلوب مختلف، والإمكانيات البشرية والفردية لهذين المنتخبين يعني أقوى من المنتخب السلوفيني. ولكن النقطة المهمة والهامة جدا أنه أنت دخلت لمباراة سلوفينيا، ذلك الخصم الذي كنت تعتقد بأنه قوي، بأنه سريع، بأنه سيخلق لك متاعب كبيرة، أصبح يعني خصم مشلول كما قال خالد ياسين قبل قليل، ليس لديه تلك القوة. ولكن ألم تكفي دقائق يعني المباراة، ربع ساعة كانت لجس النبض، ما بعد ذلك ألم تكفي لرابح سعدان وللاعبين لتغيير النهج التكتيكي، اللعب على الهجوم بنسبة أكبر وتحقيق نجاعة هجومية، ولما لا الفوز هو في المباراة. الهجوم مش وضع 4 مهاجمين، لا. الهجوم هو النهج الهجومي، التنظيم الهجومي، يعني تنطلق في مساحات، تدخل في المساحات وتلعب بسرعه، التغييرات، تبادل اللعب والطول، يعني ربما تخلخل الدفاع، ولكن حذري من الكونتراتاك. لابد لما تضيع الكره زي كوريا الجنوبيه ترجع بسرعه وتمشي بسرعه. قام بها المنتخب الجزائري في كره زياني، ولكن كان تسرع، يعني كانت فرصه مواتيه لتسجيل هدف بسهوله، لانه يا جماعه المنتخب الجزائري غير جاهز. الحارس مرمى الفريق سلوفينيا كان بعيد من الكرة، رغم هذا التحق بزياني. هذا يبين من يعني الانطلاقة السريعة غير موجودة. صحيح. غير موجودة عند جبور، عند غزال، غير موجودة عند حتى عند يبدأ أفضل بكثير من مستوى ظهر فيه. لكن راجع الأسبوع كله ربما تدرب مرتين، كان مصاب ربما حتى لو كان المدرب عنده نية التغيير الأداء، يعني رفع هل اللاعبين موجودين؟ هل اللاعبين جاهزين؟ هذا لا يملك الأسلحة، هذا هو المشكل. نعم. Oui. J'ai beaucoup de mails dans l'oreillette d'Irlande, de Glasgow, du Maroc aussi, et même des Marocains, avec notamment une dame de Rabat, Khadija Raqi, qui nous demande, messieurs, d'être clément avec la sélection algérienne et avec Chaouchi, car l'erreur est humaine. Non mais là, nous faisons le procès de personne. Nous faisons de l'analyse. On fait des analyses, نقولوا الحقيقة. الشوشي مثلا المباراة الهدف الثاني أمام إيرلندا غلطة من شوشي. نعم. beaucoup نتمنوا الشوشي يكون أفضل من اللي شفناه، وما يرتكبش هذه الغلطات الفضيحة. لكن المنتخب الجزائري احنا نقولوا الحقيقة لمصلحة المنتخب الجزائري. نعم. موش ما يكونش في مستوى نقول له احسن منتخب. احنا نقولوا بان اليوم كان بطيء، وكانت عنده فرصه. نعم. كانت عنده فرصه للفوز على سلوفينيا. نعم. Donc il y a eu beaucoup de mails qu'on reçoit. Il y a aussi des mails sur des questions précédentes, et notamment sur Lionel Messi. Juste pour avant de passer au focus mondial. Alors beaucoup de gens qui disent que Messi est meilleur que Maradona. Il y a même quelqu'un qui dit je suis d'accord avec Fouad Hennaoui concernant Messi. C'est Monsieur Aissam Laharach, et qui trouve que Fouad est le meilleur consultant. C'est Fouad. C'est un cousin. C'est un cousin.
ماشي عصام حناوي بعدا. لا 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 فقط العودة إلى سؤال نوفل. C'est un supporter de Messi, comme il était dans le sens de Messi. Donc, peut-être un copain d'enfance de Fouad. سؤال نوفل كان سؤال وجيه، هو أن هناك فرق يجب أن نميز ما بين مدرب جيد وما بين